السلام عليكم وأهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن واحدة من أكتر السيارات الكهربائية المدهشة اللي ظهرت في عالم السيارات الكهربائية السوبر كارز، الماك مورتي سبيرلينج. هتقولي دي عربية كهرباء، هقول لك دي مش مجرد عربية كهرباء، دي حاجة تانية خالص. زي ما في عربيات بنزين ميتة وفي عربيات بنزين قوية جدا، في برضه عربيات كهربائية ميتة وفي عربيات كهربائية قوية جدا. وأنا هنا مش بدافع عن عربيات الكهرباء وأنا بقول مين أحسن من مين. لو عايز تقارن فأنا عملت فيديو قبل كده قارنت فيه بين السيارات الكهربائية والبنزين، هيظهر لك في آخر الفيديو ده. المهم، العربية دي أنا أول مرة شفتها كان في إيفنت جود وود، والحقيقة السيارة دي مش بس لفتت انتباهي، لا هي حرفيا خلتني مش بفكر في أي حاجة غير إزاي العربية دي كده. وأي نعم السيارة دي كهربائية وكلنا عارفين مدى سرعة السيارات الكهربائية، لكن السيارة دي وراها حاجات تانية كتير، وده اللي هنتكلم عنه النهاردة: التصميم والمحرك والديناميكا الهوائية. وعايزك تحط تحت الديناميكا الهوائية دي 100 خط. كل جزء في السيارة دي هو عبارة عن هندسة، فاستعدوا معايا. وقبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو مش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. قبل ما ندخل في تفاصيل السيارة نفسها، خلينا ناخد لمحة صغيرة عن تاريخ شركة ماك ميرتري. الشركة دي أسست في بريطانيا، وهي تعتبر واحدة من الشركات اللي بتعمل على تصميم السيارات الكهربائية السوبر رياضية. الماك ميرتري بتسعى دايما لإنتاج سيارات متطورة، هدفهم مش بس تصنيع سيارة كهربائية زي باقي الشركات، لا، هدفهم هو خلق سيارات كهربائية تجمع من القوة والسرعة وكمان الكفاءة. ودي كانت نقطة التحول في تقديم السبيرلينج اللي تكاد تكون أقرب لحلم من واقع. طيب قبل ما نخوض جوه التفاصيل التقنية، خلينا أديك فكرة سريعة عن الأرقام المجنونة اللي بتحققها العربية دي، الماك ميرتي سبيرلينج. الأكسلريشن في السيارة دي قوي جدا لدرجة إنها بتوصل لسرعتها القصوى في أرقام صغيرة جدا. مش بس كده، العربية دي حطمت رقم قياسي في سباق جود وود، وده يعتبر واحد من أصعب وأشهر السباقات في العالم، اللي كل فين وفين لما سيارة بتعرف تكسر الرقم القديم. يعني احنا هنا بنتكلم عن عربية مش بس كهربائية وسريعة، دي كمان بتكسر أرقام عربيات سعرها أضعاف. يعني حرفيا بتمحو فكرة إن السيارات الكهربائية بقت مملة. تعال نبص بقى على الأرقام والمقارنات المجنونة. السيارة دي بتتسارع من 0 ل 100 في أقل من ثانية ونص. أنت متخيل؟ السيارة دي أسرع من البوكاتي شيرون اللي بتعملها في حوالي 2.4 ثانية، وأسرع كمان من النيماك نيفيرا اللي بتعملها في ثانية بوينت 85، وحتى كمان أسرع من تسلا موديل اس اللي بتقترب من 2 ثانية. وده لأن وزن السيارة دي حوالي 1000 كيلو جرام بس، وده خفيف جدا بالنسبة لأدائها، وده اللي بيساعدها إنها تحقق النسبة دي من غير ما تحتاج بطاريات ضخمة أو وزن زايد. يعني ببساطة دي واحدة من أسرع العربيات اللي اتعملت في التاريخ، مش بس على الورق لكن كمان على التراك. دلوقتي بقى تعالوا نخش على تفاصيل كل جزء في العربية دي ونفهم ازاي الأرقام دي بتتحقق. خلينا نبدأ مع الهيكل والشاسيه، واللي تم تصميمه بدقة عالية باستخدام مواد خفيفة ومتينة جدا زي الألمنيوم المركب والكربون فايبر، وده اللي مخلي العربية دي وزنها خفيف جدا، وده بدون التأثير على الصلابة أو الثبات بتاع السيارة. الشاسيه بتاع العربية مش زي أي شاسيه تاني، هو مصمم بشكل متكامل عشان يوفر أعلى مستوى من القوة مع أقل وزن ممكن، وده لأنه بيكون من نوع مونوكوك، وده بيكون أحد أنواع الشاسيه اللي بيتعمل فيه على شكل قالب بيكون جزء متكامل. بس الخطورة في الحكاية دي إن لو كنت عاوز عربية رياضية لازم الشاسيه يبقى خفيف وفي نفس الوقت متين عشان السيفتي بتاعه يكون عالي. تصميم الهيكل في السيارة دي متصور لدرجة إن كل جزء فيه بيتماشى مع متطلبات الديناميكا الهوائية. الهدف هنا مش مجرد السرعة، الهدف هنا هو تحقيق الأداء المثالي في كل لحظة ممكنة على التراك عشان السيارة دي تقدر تحطم كل الأرقام القياسية. خلينا ندخل بعد كده على جزء المحرك الكهربائي والأداء. السبيرلينج مش مجرد سيارة كهربائية، عندك هنا نظام المحرك الكهربائي اللي بيشتغل بنظام المحرك التوأم. يعني عندك محرك كهربائي في كل محور، وده اللي بيدي توزيع مثالي جدا للوزن وكمان للقوة، وده شيء مش موجود في معظم السيارات الرياضية التانية. النظام ده مش بس بيخلي العربية سريعة، لا ده كمان بيخليها متوازنة في كل الظروف، ودي حاجة مهمة جدا في السباقات، لأنك لما بتكون في سرعة عالية أو في منعطف حاد، توزيع المثالي للقوة على العجل بيدي أعلى استجابة وبيقلل من فرصة فقدان السيطرة على السيارة. نظام الطاقة الكهربائية هنا مختلف عن أي سيارة تانية، لأن السبيرلينج بتعتمد على محركات كهربائية موفرة للطاقة، لكن في نفس الوقت بتوفر لك قوة هائلة جدا. يعني لو أنت سايق العربية دي في سباق هتكون عارف إن عندك عزم قوي وكمان سرعة كبيرة. وكمان في السيارات الكهربائية العادية لو فضلت دايس كتير على الثروتل البطارية بتخلص منك بسرعة، وده لأن المحركات الكهربائية العادية في بداية تشغيلها بتسحب تيار كهربائي كبير جدا، وده اللي بيؤدي إن البطارية بتخلص وكمان عمرها الافتراضي بيقل. لكن المحركات الموجودة في السبيرلينج بتوفر في الطاقة بشكل كويس جدا. بس هنا المميز في الماك مورتر سبيرلينج مش بس في المحركات،
لكن في الديناميكية الهوائية لو بتسأل أو بتدور عن السرعة على أي حلبة لازم تعرف إن العربية دي فيها أنظمة ديناميكية مطورة جدا من أول السقف لحد العجلتين. كل جزء في السيارة مصمم عشان يحقق أفضل توزيع للهواء. عندك فتحات تهوية خاصة بتساعد في تحسين تدفق الهواء داخل السيارة، ودي مش بس عشان شكل السيارة، ده عشان تقلل من مقاومة الهواء وتحقق ثبات أعلى في السرعات العالية. كمان عندك أكتر حاجة مجنونة في السيارة دي وهي الفان سيستم، وده مش عشان التبريد، أصل هتبرد إيه؟ البطاريات مش محتاجة مراوح ولا حتى المحركات الكهربية، كل ده لو عملنا ليه ممر هواء للتبريد هيكون كافي. لكن المدهش إن النظام ده بيعمل على توليد قوة سحب لأسفل السيارة، يعني ده بيخلي السيارة تكون ثابتة بشكل أكبر. النظام ده بيشتغل عن طريق إن الفان دي بتلف بسرعة كبيرة جدا، فبتبدأ إنها تشفط الهواء من تحت السيارة، وده اللي بيخلي العربية لازقة في الأرض، لدرجة إن شركة ماك مورتي جابت العربية دي وقلبتها وفضلت واقفة وثابتة مكانها وهي مقلوبة من غير ما تقع. أنا بجد مش عارف أوصف المنظر، وده بقى اللي بيخلي العربية دي سريعة جدا خصوصا في السرعات العالية والمنعطفات، وده بيخليها واحدة من أفضل السيارات من حيث الثبات والأداء على الحلبات. أما بقى بالنسبة لنظام التعليق فالسبيرلينج بتستخدم نظام تعليق مستقل لكل عجلة، وده اللي بيوفر أعلى مستوى من الثبات والاستجابة السريعة في كل ظروف السباق، وده شيء حيوي جدا في السباقات السريعة. أما بقى عن البطاريات وهي دي السر الحقيقي في قوة الماك ميول سبيرلينج، البطاريات هنا متطورة جدا، مش بس بتوفر لك طاقة مستدامة لكن كمان خفيفة الوزن وسريعة في الشحن، يعني انت مش محتاج وقت طويل عشان تعيد شحن البطارية، وفي نفس الوقت مش هتضحي بالأداء أو السرعة. النوع ده من البطاريات مع المحركات الكهربائية دي بتخلق توليفة مثالية جدا بين القوة والطاقة المستدامة، ودي برضو من أكتر الحاجات اللي خلت الماك ميول سبيرلينج تخطف الأنظار وتكون سريعة جدا. باختصار، وليه الماك مورتي سبيرلينج تستحق كل الضجة دي في عالم مليان عربيات كهربائية كتير؟ قليل جدا لما تلاقي عربية الكل بيقول عليها دي مش بس عربية، دي اختراع. الماكمورتر سبيرلينج بتحقق المعنى ده حرفيا، إنها مش مجرد عربية كهربائية وسريعة وبس، دي نتيجة شغل هندسي عبقري من تصميم الشاسيه الخفيف جدا والأداء بتاعها اللي بيخليها تتسرع من 0 ل 100 في أقل من ثانية ونص. الأرقام دي مش طبيعية، وعمالقة زي بوجاتي وتسلا نفسهم مش قادرين يوصلوا لها. حتى المحرك الكهربائي الموجود فيها وكمان الديناميكية الهوائية اللي موجودة في السيارة دي فن لوحدها، خصوصا مع نظام الفان سيستم الموجود، وده اللي بيولد قوة سفلية خرافية بيخلي السيارة لازقة في الأرض. فلو فاكر إن العربيات الكهربائية كلها شبه بعض يبقى السبيرلينج جاية تقطع لك الشق باليقين، ودي مش النهاية، دي بس بداية رحلة جديدة من عالم السباقات والأداء. المرحلة اللي ماك بيورتي بدأت فيها سباق جديد، سباق السرعة والاستدامة والابتكار الحقيقي. فلو كنت معجب بالسيارات المميزة السيارة دي هتكون أكيد واحدة من السيارات اللي أنت بتفكر فيها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو مش مشتركين، وتشاركونا رأيكم في الكومنتات، وخلينا نعرف رأيكم عن الماك ميورتي سبيرلينج، وهل شايفين إنها أفضل سيارة كهربائية؟ فبس ده كان فيديو بسيط عن واحدة من أجمل السيارات اللي أنا بحبها شخصيا. أشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.